النهاردة هتكلم عن موضوع حساس شويتين 3 4 بالنسبة لناس كتير، وأنا كنت واحدة من الناس دي. فكرة إنه حد يكون مضطر إنه ياخد دواء للاكتئاب، فدي مش تجربة سهلة على الإطلاق. ويمكن في ناس الموضوع بالنسبة لها بيكون بسيط أو كده، لكن في ناس تانية الموضوع بالنسبة لهم بيكون أمر جلل، لأن فكرة دواء اكتئاب دي حاجة مش سهلة خالص، لا تقبلها ولا الوصول ليها ولا المرور بيها. فلذلك أنا قررت إن أنا النهاردة أعمل الفيديو ده. آه ليه؟ لان انا لما كنت داخله التجربه دي كنت محتاجه اسمع اي حد بيكلمني عن تجربته مع الدواء اللي انا رايح اخده تحديدا. ورغم اني مش دكتوره، ورغم ان التجارب بتختلف من شخص لشخص في الاعراض وفي النتيجه وفي كل حاجه، الا انه مجرد يعني حكي التجربه، حتى لو ما كانتش متشابهه مع الشخص اللي هيجرب، فده في حد ذاته بيطمن شويه. خليني احكي لكم القصة من البداية خالص. القصة بتاعتي بدأت سنة 2021 في نهاية السنة. في نهاية السنة دي حصل لي موقف بشع جدا، وبسبب الموقف البشع جدا ده أنا دخلت في حالة من الحزن الشديد جدا جدا جدا. وقتها كنت بكتشف لأول مرة إنه حضرتك لو قوي قوي والناس عارفاك انك حد جديد وبيحتمل ومفيش حاجه بتأثر فيك، وده فلان ده جبله. مهما كنت جبله، ففي موقف ما هيحصل في حياتك هيخرجك من جبلتك دي، هيخليك زي ما يكون حد رزعك على دماغك. ف فدي كانت اول نقطه انا اكتشفتها في الرحله بتاعتي، انه الجمودية أو الجمدان ملوش أي علاقة بالإصابة بالاكتئاب. ومهما كنت حضرتك إنسان قوي نفسيا وبتعرف تتصرف وبتحتمل وبتصبر وبتشيل، بس الصبر له حدود والاحتمال له نهاية، ومش كل حاجة بينفع تتشال للآخر. ففي مشهد، أنا أسفة إن أنا بطول، بس النقطة دي مهمة جدا. في مشهد من فيلم كوميدي اسمه لخمة راس، كان في ممثل كوميدي في مشهد خناقة، فحد عمال يضربه فيقول له ما وجعتنيش، فيخبطه تاني فيقول له ما وجعتنيش، فيخبطه تالت فيقول له ما وجعتنيش، فيجي يروح خبطه مرة، يروح دي خبط دي وجعتني. فمهما كنت بتاخد خبطات في حياتك وبتعديها وبتحتملها ومبتوجعكش، هتيجي حاجة هتحصل هتطير عقلك. فخلينا نعدي النقطة دي. انا حصل معايا الموقف ده، وانا كنت مشهورة طول عمري. انا واحدة كنت في الفصل وانا طفلة، لما الولاد بيتضربوا، لما مثلا المدرس يجي على باله كده ان انا هضرب الفصل ده كله يلا، انا ما كنتش بعيط. انا واحدة ما كنتش بعيط في حياتي. ضربت في فصل، سواء غلطانه بقى مش غلطانه، حد عمل معايا موقف، اتأذيت اتضريت، انا ما بتأثرش. انا واحده زي ما بيقولوا كده كنت جبله. مش بس انا بعتبر ده انه نوع من انواع الصلابه النفسيه. فيمكن التجربه كانت معايا انا بالذات مختلفه شويه، يعني لو احنا بنتكلم عن حد حساس ومن اقرب حاجه بيقع وبينهار وكده، فقد يكون الموضوع ده مفهوم بالنسبه له، لكن بالنسبه لي انا والموقف ما كانش جديد، بس موقف كان شديد شويه. فاللي هو انا اتخضيت من نفسي، اللي هو في ايه؟ طب هو ايه اللي حصل بقى عشان اتخض؟ اللي حصل انه انا ما كنتش عارفه اوقف عياط. يعني ابقى مثلا نازله صاحيه الصبح من النوم، فالاقي نفسي بعيط. اخش مثلا احضر الاكل للولاد، فالاقي نفسي بعيط. انزل اوصلهم في الشارع، ماسكه نفسي من العياط بالعافيه. رجعت البيت قاعده على الكنبه بعيط. آم، وانا نايمه بصحى من عز النوم، افتكر الموقف وعيط. فاللي هو كانت معيطه يعني. وانا هنا بضحك، انا مش بضحك عشان انا بسخر من الموقف، بالعكس انا محترمه جدا حاله الحزن اللي انا كنت فيها، ومحترمه جدا حجم غضبي وزعلي وصدمتي وقتها.
وده جزء على فكرة من رحلة التعافي، ان الواحد يتفهم نفسه ويتفهم انه للصبر حدود ولكل انسان طاقة. فعادي جدا ان انا تيجي حاجة تبقى اكبر من طاقتي اللي على الاحتمال، واكبر من قدرتي، واكبر من استيعابي. آم، خلاص انا بدأت الموضوع بعيط بانهيار ومش عارفة ابطل. الموضوع بدأ يتطور معايا انه انا مش مستحملة حاجة او حد. مش عايزة اصحى، انا عايزة انام طول الوقت، مش قادرة اعمل حاجة ومش طايقة اعمل حاجة. بصوا الحياة بالنسبة لي كانت اللي هو ايه، مش عايزة اكمل. يعني هو ما لهاش جدوى، القصة ما لهاش معنى اساسا، يعني ايه القرف ده؟ فده كان بالنسبة لي تجربة جديدة خالص، لأن أنا واحدة بتحب الحياة يعني كل اللي يعرفوني بيوصفوني إن أنا دي معفرة، دي جديدة، دي ما بتبطلش، دي لا، أنا وقعت. وعايزة أقول إن الإنسان لما بيقع بيكتشف إنه مش سهل إنه حد هيمد إيده يقومك. يعني الناس كتير قوي حواليك طول الوقت، بس حضرتك لما هتقع بجد محدش هيقومك. اذا انت ما تشعبطتش في حاجه وقمت، محدش هيقومك. فده كان تاني اكتشاف. انه اول اكتشاف انه هتيجي حاجه هتطلعك من حاله الجبلنه اللي انت فيها. تاني حاجه انه محدش هيقومك. فده كان تعبني اكتر، بصرف النظر بقى عن كل النوايا الطيبة ومن كل المحاولات المساعدة، وسواء من صديقتي المقربة أو من أهلي أو من أيا كان. بس محدش هيفهمك غيرك، ومحدش هيحس بيك وبوجعك قدك. فانت طبيب نفسك زي ما بيقولوا كده. المهم ان انا حسيت ان الموضوع اكبر مني، وحسيت انه في حاجة مش طبيعية. يعني انا الزعل مطول، حزن مطول، حياتي مشلولة، مش مستحملة اتعامل مع ولادي، متوترة طول الوقت، بنام وانا زعلانه وبصحى وانا زعلانه ومقهوره. عارفين حاله قهره لدرجه ان انا وانا ماشيه في الشارع لو حد ضرب كلاكس عالي شويه جنبي نفسي بتصعب عليا. يعني الواحد بيوصل احيانا للمرحله دي، لو حد مثلا بصلك بصه كده تروح معيط. فانا كنت واصله للمرحله دي. فبعد يعني مماطلات وصوالات وجولات زي اي مواطنة مصرية شريفة تحترم نفسها، ما رحتش للدكتور على طول، لانه كنت شايفة انه عادي هتعدي والدنيا يعني ما بيحصل ياما دقت على الراس طبول. يعني وانا هروح لدكتور نفسي كمان؟ دي كانت اول مرة في حياتي اعملها. بس لما لقيت الامور وصلت لمرحلة مش كويسة، كنت خلاص مش عارفة اخد نفسي من العياط. فرحت لدكتورة في احد العيادات الخاصة، وحكيت لها القصة، حكيت لها الموقف اللي حصل معايا. وانا بحكي، اولا خلينا احكي لكم على المشهد ده عشان المشهد ده كان رهيب جدا. يوميها كنت رايحة وكنت محرجة جدا، كنت لابسة نضارة سودة وكنت لابسة كمامة. ولما رحت اول ما دخلت هي ما تفهمتش ده، فطلبت مني ان انا اخلع النضاره والكمامه، فحسيت ان انا كاني بقلع هدومي. يعني اللي هو انا اصلا محرجه من القصه كلها. فبدات احكي لها وما كنتش قادره ابطل عياط حتى وانا بحكي. ف الست قعدت تتكلم معايا شويه، بعدين قالت لي واضح جدا ان انت عندك اكتئاب حاد. انا مش عارفه تشخيصها ليا من اول جلسه ان انا واحده عندي اكتئاب حاد ده كان صح ولا غلط، ولكن الاكيد ان هي كتبت لي دواء مضاد للاكتئاب، كان بروزاك وقتها، ودواء تاني المفروض ان هو كان يهديني شويه، لان انا كان من ضمن من شده تعبي وارهاقي وزعلي وحزني كنت غضبانه جدا، بصرخ طول الوقت، بصرخ من الولاد، بصرخ في وشهم، بصرخ منهم، بصرخ اي حد بيكلمني بصرخ. مش بصرخ اللي هو مجانين، يعني اللي هو خلاص بقى انا تعبت ما تزنوش كده. ف المهم عشان ما اطولش عليكم، يعني كنت خلاص على وشك ان انا هشتري الدواء. وبعدين قعدت مع نفسي كده، قاعده قلت ايه في ايه؟ هتروحي تاخدي دواء اكتئاب؟ لا، انت قويه، انت شديده، انت واحده مفيش حاجه تقدر عليكي. شدي نفسك كده. بصي انت وصلتي لفين؟ وصلتي الدكتوره نفسيه ودواء اكتئاب. هتحصل لي بعد كده تخشي مستشفيات ليه؟ مين يستاهل وايه يستاهل؟
فشديت نفسي كده، ولما حسيت فعلا بفدحت الموقف، يعني إن لما حد من بره قال لي انا واصله لفين، فدي كانت بالنسبه لي نقطه تحول. ف آه، يعني أو طبعا ذكريات ذات شجون. آم، قررت انا مش هاخد الدواء ومش هكمل على اي حاجه هي قالت لي عليها وخلاص انتي عرفتيني ان انا عندي اكتئاب حاد، طب حلو قشطه، انا هتصرف انا مع نفسي، وطز بقى في اي حاجه واي حد، وانا هعيش بقى لنفسي وبدات وقتها ان انا احاول الاقي انبساطي بطرق مختلفه. ف اكتشفت انه احيانا فعل الخير والصدقات وافعال الطيبه فعلا، هي ده مش كلام، هي فعلا بتحسن النفسيه بنسبه كبيره. فلجأت لشوية تصرفات لطيفة كده، بقيت مثلا وانا ماشية في الشارع لو لقيت حد محتاج مساعدة اساعده، اي حاجة اقدر اعملها لاي حد كنت بعملها في عز ما انا محتاجة اي حد يبص في وشي ويبتسم لي. بس بقيت اعمل ده اداني شوية باور، وخلاني مسكت نفسي شوية لفترة كويسة جدا، وخلاني مخدتش الدواء، وخلاني استأنفت حياتي، وخلى الدنيا مشيت. بس ده ما كانش علاج. بعد الكلام ده بحوالي سنة ونص حصل موقف شبه الموقف الأولاني بس كان أشد. المفروض أنا بقى خلاص عرفت، بس لأ، برضو أنا غير مؤهلة للتعامل مع هذه المواقف القذرة، فبالتالي انهارت من أول وجديد ورجعت للنقطة صفر. وهذه المرة قلت لنفسي لأ، انت حياتك مشلوله، مش عارفه تشتغلي كويس، مش عارفه تتعاملي مع اولادك كويس، مش هتعيشي وتموتي على هذا الوضع. لا، فوقي لنفسك كده وابتدي كده ركزي و... وايه يعني لما الانسان يحتاج مساعده طبيه روحي لدكتوره نفسيه. وكان وقتها في صديقه عزيزه كانت كاتبه بوست عندي على السوشيال ميديا انه عيادات مرسال عندهم اطباء نفسيين كويسين، وان هي تابعت مع حد منهم وان اسعارهم كويسه جدا. كان وقتها ب 150 تقريبا او ب 200 مش فاكره، الكلام ده من حوالي سنة ونص أو سنة. وإن هم محترمين جدا وفي خصوصية وفي يعني الدنيا بيس. فرحت لأن كانت مشكلة كبيرة جدا كمان بالنسبة لي الأسعار الرهيبة بتاعة دكاترة الاكتئاب اللي هي أصلا تجيب اكتئاب. واللي كمان أنا هروح أنا مش عارفة أنا هرتاح ولا لأ، فأنا مش هروح أغامر بمبلغ زي ده في وقت زي ده. ويا صابت يا خابت، ده بالنسبة لي قمار. فخلاص تمام. آه رحت للدكتورة دي، كانت لطيفة قوي، سمعتني بعد ما خلصت بصيت لي كده وقالت لي انتي لازم تاخدي دواء لانك عندك اكتئاب حاد برضو. يعني بنفس الطريقة وبنفس البصة وبنفس كل حاجة. قالت لي ده بعد سنة وشوية من الأولانية، قالت لي مش هينفع تكملي كده، انتي واصله لمرحله مش حلوه، فالدواء ده بسيط جدا وهيريحك وهيخليكي اهدى مع الولاد ويخلي الدنيا الطف. كانت مدياني تقريبا سيبراليكس، كانت مدياني سيبراليكس ودواء برضو تاني. فخرجت من عندها تيبيكال المره الاولانيه، شفت انتي وصلتي لفين، جالك اكتئاب حاد. قال يعني انا ما كانش عندي اكتئاب حاد قبل كده. إيه هتروحي فين تاني، هتسمحي لهم يعملوا فيكي كده؟ لا، لازم تشدي، لازم تقفي، لازم تبقي صادغ، وهكذا. رحت مطبقه الروشته جنب اختها، وقفت كده مع نفسي واقفه، انا مش هسمح لحد يوصلني للمرحله دي تاني. ستوب، نقطه من اول السطر. برضو تمسكت وتعاملت وتجاسرت وتنحت وعافرت، وعدى وقت سنة برضو، وفي نفس الميعاد في السنة التالتة جالي نفس الخازوق من أول وجديد. فرحت جاية بقى ستوب كات. هنا بقى قلت أنا مش هروح لدكتورة نفسية أو مش هروح لحد أصلا غير لما أتخلص من مصدر الخوازيق. ودي أهم نقطة في علاج الاكتئاب. ما ينفعش حضرتك او حضرتك تكوني بتتعاملي مع حد بانتظام بيصدر لك كوارث وبيسبب لك في حياتك مصايب وبيوصلك او بيوصلك لدرجة الانهيار العصبي وتفضل قاعد في وشه. ما حضرتك احنا خدناها في ثانوية عامة انه نفس المقدمات تقود الى نفس النتائج. فانا هفضل اروح لدكاترة وهيشخصوني برضو باكتئاب حاد، وهفضل اعيط وهفضل منهارة وهتفضل حياتي سودة طول ما انا
محطوطة في نفس الأجواء التي تقودني إلى الاكتئاب الحاد بحسب تشخيص 2 دكاترة. فبالتالي إذا بقى نشيل احنا المعطى الأولاني أو المعطيات اللي بتسبب لي هذه الحالة، وحددت مصدر الخوازيق بدقة. يعني الخوازيق بتيجي من الناحية دي، وعملت عملية بتر، ما يعني بصرف النظر عن تكلفة هذه العملية بترت الأجزاء الفاسدة من حياتي خالص. حطيت نقطة وبدأت هنا بقى، قلت هنا بقى أنا ممكن أروح أخد علاج، لأنه تجربة بتر الأجزاء الفاسدة والعلاقات السامة من حياة البني آدم هي مؤلمة بقدر بتر الأعضاء فعلا. يعني الموضوع مؤذي بشكل مش طبيعي. أحيانا بيكون احتمال الأذى لوقت أسهل من التخلص من الأذى، لأنه بيبقى أصعب في الشعور وفي الاحتمال وفي كل حاجة. فدخلت في حالة أسوأ، وهنا بقى بدأت أراجع نفسي، اللي هو طب ما هو يعني أنا عملت كل التصرفات اللي عملتها دي علشان أتخلص من مصادر الأذى وبالتالي أكون أحسن، فأنا ليه مش أحسن؟ ليه منهارة وليه تعبانة وليه زعلانة وليه حاسة بنهاية الكون؟ هو أنا كنت يعني إيه الحاجة الحلوة اللي كانت عايدة عليا؟ فبالتالي لما أخلص من مصايب حياتي أبقى زعلانة كده. فاكتشفت إنه العلاقات السامة والمواقف المؤذية والمصايب اللي بتتعمل في حقك أو حقك بتبقى شبه الخناقة. حضرتك بتبقى جوه مدعكة، بس حد ماسكك طحنك ضرب. فمجرد انت في تعبير مصري لطيف قوي انه بيقولك ايه ده الجرح لسه سخن انت مش حاسس بيه. فانت تبقى واقف قدام حد عمال يشرح فيك، او قدام مجموعة عمالة طحناك وعدماك العافية ضرب، احساسك بفداحة العلقة اللي انت خدتها مش هيبان غير بعديها بفترة. مش هتحس بالمصيبة اللي حصلت في حقك غير بعد ما تبعد عنها، ومش هتشوف تفاصيل اللوحة بوضوح غير لما تقف بعيد شوية. زي ما انت بالظبط كده ما تقدرش تعرف البرواز معدول او معوج الا اذا خدت خطوتين 3 4 لورا. فلما كت وبعدت شفت بقى المشهد، وبدأت اكتشف حجم العلقة اللي انا كنت واخداها، وحجم الإساءات والمرمطة والبهدلة اللي أنا فيها. من الآخر كده أنا كنت خارجة من العركة متشرحة. فلذلك أنا ما كنتش بخير، مش عشان أنا خرجت من العركة، لكن عشان أثار العركة لسه على جسمي وعلى روحي وعلى عقلي. فبالتالي هنا أنا بتكلم كل ده معنويا، أنا ما بقولش إن أنا تعرضت للضرب، بس أقصد إنه الضرب المعنوي اللي هو انت حد بيضرب في ثقتك بنفسك، حد بيضرب في ثقتك بالدنيا بالناس، حد بيضرب في امانك النفسي، في استقرارك. كل ده ما هو ده ضرب، او ده مش ضرب، ده ضرب وضرب شديد، ده ضرب يموت. ف برضو كنت ضد فكرة اني اروح لدكتورة نفسية. وبعدين جيت عند نقطة وقفت كده وقلت لنفسي ستوب، دي حاسة بايه دلوقتي؟ انا كنت حاسة بحالة من الحزن والضيق والاكتئاب غير مسبوقة، درجة تخلي الواحد حاسس انه ممكن ينام. عارفين الزعل اللي فيه ناس تزعل فتوصل لمرحلة ان هي تنام ما تقومش، او تنام تصحى مشلولة، او لا قدر الله يجيلهم مرض شديد. وبدأت افتكر انه امراض زي الفايبرو، زي الروماتويد، وزي الذئبة، وزي البهاء، وزي كل الامراض المزمنة المناعية المزمنة، بتيجي من ايه؟ بتيجي من نقطة الانسان وصل لها معرفش يعديها، نقطة كانت
سودة لدرجة انه خلاص هو عطل فوقع. وقدرت وقتها انه اذا انتي روحي لدكتورة نفسية، واذا انتي محتاجة دواء يخليكي تعدي هذا القدر من الحزن الشديد خديه. خدي دواء واحد احسن ما تاخدي 10-15 دواء يعالجوا حاجة مش هتروح. لو لا قدر الله جه مرض، انا اسفة، لو جه مرض مناعي او جت مصيبة في الجسم او جه شلل او جه عصب سابع او جه اي حاجة، انتي هتاخدي الدواء بقى مضطر، مش هتاخديه بمزاجك. ومش هتبقى بقى الحياة طبيعية، مش عشان انتي بس مكتئبة، لا عشان انتي مكتئبة وخلاص تضررتي جسديا. فده بالظبط السبب اللي خلاني رحت الطبيبة وانا واخدة قرار قبل ما اروح ان ايا كان اللي هي هتكتبه فانا هاخده. الطبيبة اللي رحت لها مع اول جلسة مشخص قالت لي كتاب. قلت لها انا ما اقدرش اديكي دلوقتي اي دواء، المرة الجاية، لان انت محتاجة تكوني واصلة لدرجة من الغضب والوعي والطاقة النفسية اللي تخليكي تكملي، عشان يعني ايه، ما تنخيش او ما توصليش لمرحلة اللي هو ايه، ان انت تلاقي نفسك دخلتي العركة تاني من اول وجديد. فالحقيقة انا سمعت كلامها. تاني مرة كتبت لي الاسترال، وقالت لي انا مش هحتاج اكتر من الاسترال بس 50، ودي اقل جرعة، ومش هناخده 50 مرة واحدة، هناخد نص قرص وبعدين قرص. فالحقيقة ان انا خدت انا عارفين انتم في درجة كده بتبقى خلاص انت استسلمت، اعملي فيها اللي انت عايزاه بقى، انا خلاص يعني هي خربانة هيعمل ايه الدواء يعني، هاتي الدواء عادي. فدي كانت بصراحة كانت اول مرة في حياتي اخد دواء اكتئاب. خليني اكمل لكم بقى تجربتي مع الاسترال الفيديو الجاي.